بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. في الفيديو ده إن شاء الله نتعرف مع بعض على أفضل نسخة موتور موجودة في السوق لموتور العصارة بتاعة الغسالات اللي هي التوشيبا. طبعا الموتور دوت بتاع غسالات التوشيبا في منه نسختين، اللي هو النوع ده في منه النسخة اللي هي بتركب لل8 كيلو وال7 كيلو توشيبا، وفي نسخة اللي هي بتركب لل10 كيلو وال12 كيلو اللي هو ده. طيب خلينا بس نأكد على حاجة، ان الموتور دوت هو افضل حاجة في السوق، ولكن برضه مش بنفس كفاءة الموتور اللي بينزل فيه الغسالة نفسها. مش بنفس الكفاءة، الموتور اللي بينزل في الغسالة نفسها مفيش زيه خالص بره في السوق، وافضل من ده برضه بكتير، ولكن ده يعتبر افضل من الحاجات الشعبية اللي موجودة في السوق. ده كده شكل الكرتونة، شكل العلبة مكتوبة طبعا عليها العربي اهوت زي ما مع بعض كده. وعندي هنا الستيكر اهوت مكتوب على الستيكر، عندنا موتور عصر غسالة توشيبا هاف 10 كيلو. نفتح كده الكرتونة نقول بسم الله. يكون في عندي طبعا هنا الدبابيس اهيت. كده فتحنا الكرتونة بتاعت الموتور، نقول بسم الله ونخرج كده الموتور. ده كده يا اصدقاء شكل الموتور، اللي هو يعتبر افضل نسخة بتتباع للغسالة اللي هي توشيبا، لموتور العصارة بالتحديد، مش موتور الغسيل طبعا. ده كده يعتبر موتور العصارة، ودايما او في معظم الاحوال او غالبا موتور العصارة هو اللي دايما بيتلف قدام يبوظ، علشان موضوع ال سي بتاع المية اللي بيكون فوق الموتور دايما بيحصل فيه تآكل مع الوقت، وبيحصل فيه تسريب للمية. المية بتنزل على الموتور بتدخل على الملفات، بتبوظ عندي الموتور. ده كده يعني ايه، ده دايما بيحصل في مواتير العصارات. طبعا عندنا نلاحظ ان عندنا هنا نفس الالوان الاسلاك بتاعه الموتور اللي بيكون راكب عندنا في الغسالة. شكل الموتور هو الموتور عندي هنا طبعا راكب او متقفل ببرشام مش بمسامير، زي ما قدام حضراتكم كده اهوت. نبص كده على البيانات بتاعه الموتور، مكتوب عندي هنا اهوت سبيل الموتور. طبعا ده الموديل بتاع الموتور او الكود، طبعا صنع صيني اهوت، شركة اسمها دواكسين جايت. الموتور بيشتغل عندنا مكثف 7 ميكرو. وده كده شكل عندي التوصيلات. السلك الاخضر هو يعتبر هو مكثف فقط. السلك الاصفر مشترك ما بين المكثف وما بين تغذية 220. السلك الاحمر 220 بس. السلك الاحمر دوت يا اصدقائي بيكون جاي عندنا من فوق من عند تايمر المجفف او تايمر النشافة. تعالوا مع بعض كده نجرب كده نوصل الموتور كده ونشغله نشوف. هجيب مكثف وليكن 5 مايكرو عشان نشوف مع بعض كده طريقة توصيل الموتور. المكثف ده كده يعتبر 5 مايكرو اهوت. زي ما قلت لحضراتكم هجيب عندنا السلك اللي هو الاصفر الاخضر نوصله بالمكثف. السلك الاصفر الجنب التاني، طرفين ال 220 يتوصلوا عندنا طرف 220. نجيب الفيشة كده، دي كده فيشة اهيت كهرباء بتاع 220. دول طرفين الفيشة. طرف يوصل عندي في السلك الأحمر اللي فيه خط أبيض، بيكون جاي عندنا من تايمر العصارة، والطرف التاني يوصل مع السلك اللي هو الأصفر. والسلك الأخضر يعتبر ميت مكثف بس. كده نوصل الكهرباء الموتور كده يشتغل معانا، يلف معانا بالاتجاه دوت كده. نقول بسم الله كده ونوصل. كده الموتور اشتغل اهوت، يلف الاتجاه ده كده. بسم الله كده نوصل اهوت. شوف الموتور طبعا بيخطف ازاي. كده الموتور اشتغل اهوت. طيب طبعا في فرق زي ما قلت لحضراتكم بين الموتور دوت والموتور الاصلي. الموتور الاصلي يا اصدقاء اهوت بيكون ده كده الموتور الاصلي اللي بينزل في الغسالة نفسها اهوت. لو لاحظنا نلاقي عندي في فرق طبعا في خامة الموتور،
في الستيتور وفي الجسم نفسه بتاع الموتور، وطبعا برضه في الجلب وفي كل حاجه في الموتور. ولكن زي ما قلت لحضراتكم ان ده يعتبر افضل موتور متوفر في السوق جديد للغسالات اللي هي التوشيبا. ممكن بقى بعض الناس بتلف الموتور اللي هو القديم لما يكون فيه مشكله، وبعض الناس بتشتري جديد. في بقى حاجات تاني شعبيه في السوق موجوده سعرها اقل من ده، سعرها يا اصدقائي حوالي 450 جنيه. في حاجات تاني سعرها 270 300 جنيه، ولكن دي يعتبر افضل منهم. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.